ما طلعش عندها عقم ولا حاجة، خلفت 3 أولاد من جوازة عرفي. فضح الأمر وانكشف في الستينات بجواباتها الغرامية هي والكاتب مصطفى أمين اللي طلع متجوزاه عرفي في الآخر. صندوق أسرار أم كلثوم كوكب الشرق اللي طلعت ليها جوازات عرفي علشان شكلها قدام الناس. يا ترى ايه الحكاية؟ محدش كان يعرف ان كوكب الشرق أم كلثوم عندها أولاد، وحقيقة إنها خلفت 3 أولاد. كان صدمة لكتير من جمهورها اللي كان بيسأل هي خبت معلومة زي دي ليه؟ والإجابة كانت لأنها متجوزة أبو عيالها عرفي. أول ما طلع خبر الجواز العرفي الكل قال أكيد أبو العيال ده الكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين اللي اتكشف في الستينات وجوابات غرامية لسومة. لكن مصطفى أمين مش أبو العيال، ده طلع الجوازات العرفي مفيش أكتر منها في حياة الست. ما هم عشاق الست كتير ما بيخلصوش. من كام سنة فاتوا وبعد وفاة الست أم كلثوم بكتير انتشرت معلومات عنها محدش كان عارف المعلومات دي حقيقية ولا مجرد كلام. إشاعات زي اللي بيطلع على نجوم كتير. الإشاعات دي كانت بتقول إن أم كلثوم كانت متجوزة شخصية مهمة في الدولة، وعلشان وضعهم الحساس في المجتمع والعين كانت عليهم قرروا يخلوا الجوازة عرفي وفي السر علشان محدش يعرف حاجة. الراجل ده زي ما بيقولوا كان حب حياة أم كلثوم، وفضل جوازتهم مستمرة لفترة طويلة. خلفت منه عيالها 3 وكان منهم بنت معاقة ذهنيا اسمها سعدية. الكلام ده اتقال من حوالي 5 سنين وقت وفاة الكاتب والروائي محفوظ عبد الرحمن، لما تسرب حوار صحفي ليه واتنشر في جريدة البوابة كان بيتكلم فيه عن كوكب الشرق، ومن غير ما ياخد باله التصريحات هزت مصر والوطن العربي كله وخلت الكل يقول معقول أم كلثوم يطلع منها كل ده؟ محفوظ قال إن أم كلثوم كانت متجوزة بورقة عرفي من شخصية مهمة في الدولة، وفي تصريحاته دي قال كلام كتير يخص الجوازة اللي في السر. لكن صدمة الجمهور ما كانتش في الجوازة العرفي، لا، لأن ده متعودين عليه من كوكب الشرق. الصدمة كانت في ولادها 3 اللي خلفتهم من الجوازة دي. محفوظ عبد الرحمن قال الكلمتين دول من هنا والدنيا اتقلبت من هنا. ازاي أم كلثوم عندها أولاد وهي كانت بتقول إنها ما بتخلفش؟ ويا ترى ولادها فين طول السنين اللي فاتت دي؟ أسئلة كتير اتكررت، لكن محفوظ عبد الرحمن ما تكلمش عن ولاد أم كلثوم ولا ذكر أي معلومات عنهم، وما جابش سيرة حد فيهم غير بنتها سعدية اللي قال إنها كانت معاقة ذهنيا، علشان كده أمها خبتها عن الأنظار. كل يوم سر جديد أخطر من اللي قبله بيتكشف من أسرار الوسط الفني. النهاردة كانت كوكب الشرق، يا ترى الدور الجاي هيبقى على مين؟